تفتكروا مين اللي هيمشي، سلوت ولا صلاح؟ طبعا كلكم متابعين اللي بيحصل الفتره الاخيره ما بين صلاح وليفربول وارين سلوت. الموضوع كله بدا من ساعه ما صلاح شهر 7 اللي فات راح المكان ده، واللي متابع فاهم القصه. نرجع بقى للسؤال، مين اللي هيمشي، صلاح ولا سلوت؟ الموضوع باختصار شديد جدا، لو هناخده بالعاطفه يبقى كده اللي يمشي ارن سلوت، لو الحد فاهم كوره يبقى اللي هيمشي 100% محمد صلاح. الموضوع اثار الجدل اليومين اللي فاتوا عشان بعد ماتش ليفربول وليدز، لما الماتش الثالث على التوالي ان صلاح يقعد احتياطي، بعد الماتش على طول الجمهور وقف في صف صلاح وقعد يشجعه، اتشجع وراح ضرب تصريحات خبطت كله في بعضه، وقال لك ان اداره ليفربول والمدرب بمعنى اصح كده عايزين يحطوا لي في وش المدفع. Seems like the club is throwing me under the bus. وقال في تصريح تاني ان هو هيجيب عيلته ومش عارف اذا كان الماتش الجاي هيلعب ولا لا، بس هو كان بيتكلم على ماتش برايتون مش ماتش انتر ميلان. بيقول هاجي عشان اودع الجمهور، فده طبعا ادى لتساؤلات كتير جدا. Now I called my mom yesterday. I had to say goodbye to the fans. ارجع بقى للجزء اللي فاهم كوره يقول ليه سلوت اللي هيمشي. فرقه كبيره زي ليفربول ما تقدرش انها تضحي بسمعه الكارير بتاعها كله تلاعب على حساب مدرب. كده مفيش مدرب بسي في تقيل هيقدر يجي ليفربول هيقول لك دول بيبدوا اللعيب علينا يا عم الحاج، فالكلام ده مش هينفع. صلاح هو الاقرب انه يمشي، كان ممكن يقول تصريحات واراء افضل من دي ويكسب صف كل الناس، بس هو لعبها نظام ايه زي السادات لما قال لما نشوف بقى الشعب هيقف مع مين. هم استقالوا وده حقه، وانا قبلت الاستقاله وده حقي. هنشوف الشارع هيقف مع مين. اللي حصل من محمد صلاح ده مين موافق عليه؟ والصحافه الانجليزيه هنا كلها ضد تصريحات محمد صلاح، وده طبيعي جدا لان انا مش هبدي لاعب على منظومه كامله، لان التصريحات اللي قالها هو خبط في المنظومه كامله باستناد بس على الجمهور، مع العلم ان تاريخ صلاح يشفع له. بس لو قريتوا الاخبار كلها اللي بتنزل امبارح واول امبارح على تصريحات صلاح كلها هجوم على تصريحات. رايي صلاح اكبر بكتير من التصريح اللي قاله، وان هو فعلا يستاهل انه يفضل مكمل، لكن سياسيا وحاجات داخليه جوه النادي ما ينفعش سلوت هو اللي يمشي، لا يصالحوا ما بينهم لا صلاح يمشي. هقول لك